اكمني انفلونسر، واي مطعم جديد يعمل رغيف لازما يبعتهولي عشان ادوقه. هات الوكل يا محمد. بس والله ده ما اعلان. البرجر جوسي والله طعمه حلو خالص، والبطاطس وقف يا ابني نعيد تاني. ايه البطاطس دي؟ والله يا جماعه ده ما اعلان، الوكل حلو خالص. البرجر جوسي. والبطاطس مجرمشه والملح مظبوط. نحبس بقى الشاي يا محمد. تجري. السلام عليكم يا احباب، معكم الحاج علي من برنامجكم المفضل برنامج البندر. قاعد مع حالي لقيت واد خالي كلمني قال لي لقيت لك مكان بيعمل حلويات على النت، الطوابير عليه بالكوم وعايزين نجربها. خلاص معايا خلاص بقى معايا خلاص. نزلنا من الدار وخدنا السبع راكب وركبنا ورحنا على وسط البلد. مبدئيا الطابور بادئ من السرير عندي، وقفنا في طابور مالوش اخر، وكل اللي واقفين في الطابور جايين من محافظات كيفي، وبعد اكتر من ساعة ونص في الطابور قال لك الحلويات دي اسمها تريسلستيش ولا تريليتشا. ايوه هما اتنين صح، برافو اتنين. قلت له ايا كان هات منيها، وخدنا الوكل انا والعيال وسمينا الله وبندوب. ببص على خلقة العيال لقيت كله عامل كده. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ اكن كل واحد فيهم مرش حتة حبهان وشايل هموم الدنيا على وشه، مش على كتفه، على وشه. تقولش جايبين حتة جاتوه مفطسينها في اللبن ورشين عليها مبيد حشري. مش كل حاجة هتشوفوها على السوشيال ميديا حقيقة. كيف بقى ممكن تبقى في المصيف وبرضك مش راضي، وتفتح المحمول تلاقي واحد في قرية تانية تحس انها مش على الارض من الجمال، وحاطط لوكيشن القرية، تدوس عليه الجي بي اس يقول لك ارجع بلدك اقرب عشان القرية دي قبل طرابلس بحبتين. وبقى في كلام جديد شوية يقول لك اصل ده الاكس، اصل الكراش والشوجر دادي، ولا اصل البني ادم ده توكسيك، واللي بيحصل دي بقى ريد فلاج ومش ريد فلاج. انا الريد فلاج اللي اعرفه لما بشوفه بيبقى على الشط ومعناه انك ممنوع تنزل البحر، او بلد انتصرت على بلد تاني وحطوا الريد فلاج. خلاص الرجاله بقت خطر. كل دول كوم، وبتوع حقوق المرأة دول كوم تاني. يقعد يقول لك سترونج اندبندنت وومن، والست مش محتاجه الرجاله في حياتها. كيف يعني؟ كيف؟ الراجل ده لو كان ملوش لازمه ما كنتش انت جيتي يا مجتمع فيمينيست. ويفضلوا يلعبوا في دماغ الولايه ويستغربوا ليه الطلاق عايزين. الست من دول لو مسكت قرش هتدوس على اشدعها راجل. عزيزة سلام بقى يا مريم، انا ماشي. لا تعالى سعيد انتوا. عزيزة بدرس. اي حد يخليه. سلام بقى يا مريم يا عزيزة. اي حد يخليه. انت زرقاء ده حتى الوكل ما سابوهوش في حاله. يعني الملوخيه بقت جرين سوب وقلنا ماشي، والطعميه اللي بقت جرين برجر. لا، لحد الطعميه وقف عندك، انا بقول لك اهو. تفتح الانستجرام تلاقي البت من دول متصوره 10 صور مع 10 بنات مختلفين، وكاتبه nothing can describe how much you mean to me، او nothing can subscribe عشان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. خلاص ما بقاش في حد وينيك، كله بقى شبه بعض، نفس الكلام ونفس اللبس وحاجه بقت تجرف. المصيبه انك كل مره بتفتح فيها السوشيال ميديا بتفضل تقارن نفسك وحياتك باي حاجه تشوفها. انت بتقارن نفسك بحاجات مش موجوده اصلا، فاكر ان اللي هتشوفها على الطبيعي دي هي الحقيقه. مفيش حاجه اسمها حياه مثاليه يا واد. في ناس كتير فرحانه وربنا يسعد الجميع، لكن مش هي دي الحياه. هم مش بيصوروا لك بقيه حياتهم والمشاكل اللي عندهم، فما تفكرش ان فايتك حاجه. والله ده اللي عندي. لو عندك كلام تاني اكتب لي في كومنت، وما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل عارف اللي هيجرى.